عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحب بكم حبابكم عشرة. الليلة مع بعض حنعمل وصفة مرة حلوة ومفيدة للشعر، استخدموها أجدادنا منذ القدم، ومن تجربتي أنا وتجربة الكثيرين. لو استخدمتيها جربتيها مرة واحدة خلاص تاني ما حتعملي إلا هذه الوصفة للشعر، وإن شاء الله حتكون مفيدة للجميع. زي ما شايفين أنا في الملحمة عند الجزار، ده هو دهن الساك أو النخاع. يلا يا حبايبي، قبل ما نبدأ الوصفة نصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. زيت النخاع، يلا أول ما تمشي تشتريه من عند الجزار يفضل انه يطلعوا لك قدامك، لانه في بعدهم بتلقيه جاهز ما بيكون صافي زي ما بيعملوا، يطلعوا لك قدامك تجي تعمليه في البيت. هذا هو النخاع دهن الساق. النخاع يعالج التلف في الشعر وأي ضرر في الشعر نتيجة لاستخدامنا الصبغات وأدوات التجميلية كلها. النخاع يعالجه ويساعد في نعومة الشعر، ويساعد في نمو الطبقات الشعر الخارجية، وحتى الأماكن اللي يكون ما فيها شعر بيطلعوا لك زيت النخاع. يلا ده هو بعد ما جبته البيت، هذا هو ده هو النخاع او دهن الساق زي ما شايفين. يعني حتى الزيت قبل ما تذوبيه في النار بيطلع في يدك. ده هو دهن الساق او النخاع، يدي للشعر حيوية ويزيد من كثافة الشعر ويمنع من تساقط الشعر. شايفينه كيف زيته في يدي يعني قبل ما اذوبه دهن الساق. يلا نشوف مع بعض كيف الطريقة اللي بنستخدم فيها دهن الساق. يلا كانوا أجدادنا بيستخدموا الطريقة دي وكانت الطريقة الصحيحة. يلا في بعض مننا يجيبوا على طول يحطوا في الحلة في النار. الطريقة دي غلط، لأنه الفوائد اللي فيه كلها بتطلع بتمشي، يعني كلها بتكون ما في الفوائد اللي فيه لما تحطيه على طول في النار. أفضل شيء تغلي موية، بعد ما تغلي الموية تجي تحطي دهن الساق زي ما شايفين. خطيته كيف؟ ده هو دهن الساق، خطيته على الموية الحارة. دي أفضل طريقة عشان يفضل محتفظ بالفوائد اللي فيه. يلا يا حبايب، شايفينه كيف؟ خلاص بدأ، خلاص بقى زيت دهن الساق أو النخاع. يا حبايب، يلا ده هو دهن الساق، خلاص ذوبته في النار، خلاص بقى زيت. يلا أجي أصفيه. ده هو أطلعه من الشوائب اللي تكون موجودة فيه دهن الساق. شايفينه ما شاء الله كيف؟ افضل شيء انه تجي تعمليه في البيت. هو موجود بتلقيه عند العطارين، لكن تروحي عند الجزار تقولي انه دايرة النخاع يعملوا يطلعوا لك قدامك احسن وافضل. ده هو دهن الساق جهزناه ما شاء الله، وكان جبتيه مرة واحدة يعني بيفضل معاكي فترة طويلة، لانه بتاخدي منه كمية بسيطة. ده هو دهن الساق او النخاع، خلاص جهزناه. يلا شايفين يا حبايب، شايفين الكمية اللي أخدت منه شوية، والباقي تفضل محتفظة به في الثلاجة. يلا تاخدي منه شوية، أخدنا منه الجزئية دي بس، لأنه لو كترته في لو مزجته مع الزيوت الثانية بقى كثير، الزيت حيبقى تقيل، والزيت التقيل على الشعر ما بينفع لأنه بيقفل المسامات. يلا أجي أمزجه بالحلبة. شايفين زيت الحلبة؟ زيت الحلبة مرة مفيد للشعر، فهو يساعد في نمو الشعر بطريقة ما شاء الله بكثافة، ويساعد في نعومة الشعر. يلا وزيت الخروع، كلنا بنعرف زيت الخروع. زيت الخروع مرة مفيد للشعر، فهو يساعد في علاج تساقط الشعر ويساعد في نمو الشعر بكثافة ويمنع من تقصف الشعر. كلنا بنعرف فوائد زيت الخروع للشعر، مرة مفيد وبيساعد في نعومة الشعر. زيت الخروع لازم تفتشي الأصلي، لأنه الحين صار فيه كثير منه أنواع كثيرة من زيت الخروع. ده النوع اللي أنا بستخدمه من بدأت أستخدمه وما شاء الله مع الوصفة. يلا دهن الساق بيكون فيه ريحة شوية، لأنه يعني من منتجات اللحوم. تخطي نقطة من مجموع دي في يدي مجموع لمجموع، تخطي نقطة. اللي ما يعرفوا المجموع هذا هو ميسيو، ده أفضل أنواع المجموع، ده هو كبير وصغير هذه الأنواع. أنا عندي متوفر، ده المتبقي من المتوفر عندي.
يلا أجي أمزج الحاجات كلها مع بعض، أمزج الزيوت كلها سوا. ده زيت الخروع مزجته مع دهن الساك. يلا ما تكتري دهن الساك، تشيلي شوية بس عشان ما يبقى لك الزيت تقيل، لأنه زيت الخروع برضو تقيل، عشان ما يكفي لك المسامات. يلا بعد ما مزجنا زيت الخروع مع دهن الساك، نجي نمزج معاهم زيت الحلبة. شايفينه الحلبة مرة حلو ومفيد للشعر. يعني انت من تستخدمي الزيت ده من اول مرة تمسحيه في شعرك تحسي بنعومة في الشعر، ومن الاسبوع الثاني ما شاء الله بتحسي بتلاحظي الفرق في الشعر. حتى لو عندك اماكن يكون فيها الصلع، بتشوفي بدأت تطلع فيها، ينبت فيها الشعر. يلا يا حبايب، وده المجموع. يلا المجموع عشان بيشيل الريحة خالص نهائيا، ما بيكون في اي ريحة، لانه في ناس كثيرين هم دايرين يستخدموا الوصفة يكونوا خايفين من ريحة دهن الساك في الشعر. والله المجموع بيشيل الريحة نهائيا، ما بيكون في اي ريحة في الشعر. اجي امزجهم. يلا الزيت يكون دافي قبل ما اخليه يبرد، امزج الحاجات دي كلها الزيت يكون دافي. جيت مزجت معاهم المجموع وزيت الخروع والحلبة، كل الحاجات دي مزجتها مع بعض. يلا تمزجي كويس الحاجات دي كلها عشان تتجانس كلها مع بعض. ده هو زيتنا مرة حلو للشعر ومفيد. يعني حتى لو ما شفتي او هتشوفي تحدي، هتشوفي النتيجة. لو ما لاحظتي النتيجة ما بيضر الشعر، استخدموه اجدادنا من زمان كانوا بيستخدموه. يلا ده هو الزيت. كيف تستخدميه؟ تمسحيه يوم بعد يوم. حتى في بعض الزيوت بتغسل الشعر، ده ولا يكون محتاج منك تغسلي الشعر، تمسحيه يوم بعد يوم. مرة حلو للشعر. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من وصفتنا ده اليوم، وفي امان الله، مع السلامة.